بعد نهاية مباراة الزمالك والمصري بالأمس، ردود أفعال طبعا غير طبيعية على الصفحة بسبب انتقادات كتيرة احنا وجهناها للتحكيم ووجهناها للاعيبة نادي الزمالك، وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول. لكن طبعا اللي شاف المباراة امبارح هيعرف الكلام اللي احنا قلناه والبوستات اللي احنا نزلناها على الصفحة مش من الهدف منها خالص ان احنا بننتقد بعين حد معين بعينه، او بنوجه اللوم لحد معين، او ان احنا بنبقى عايزين دايما نعمل بروباجندا وخلاص. لا، احنا بنتكلم في حق ربنا. احنا اتكلمنا امبارح ان الزمالك ظلم تحكيميا في بعض اللقطات في المباراة، لكن الناس خدت الكلام بمحمل تاني وخدت الكلام بشكل تاني خالص. الوضع اللي خلانا ان احنا نقول ان في مشكلة امبارح في المباراة، ان تحس من اول دقيقه كده كابتن احمد الغندور، مع كامل احترامي انا على المستوى الشخصي بحترمه وبقدره جدا، لكن احنا لعبنا كوره، واللي لعب كوره هيفهم الكلام اللي انا بقوله ده. بتحس من البدايه كده ان الحكم بيبقى محجم المباراه ومحزمها بانذارات كتير، تحس ان هو يعني متربص لك شويه، او ان انت، هي الفكره مش نظريه مؤامره عشان الناس ما تاخدش الكلام ده بمحمل تاني، بس اللعيبه اللي بتلعب في الملعب بتبقى حاسه الاحساس اللي احنا بنتكلم فيه ده، ان الحكم او يعني التحكيم بيبقى جاي عليه شويه في المباراه، وده بيخليه ياثر كتير على كتير من قراراته اللي بتخليه مش مركز هو شخصيا في الملعب، وبتخلي انفعال كبير جدا من الاجهزه الفنيه عليه امبارح. وده شفناه مع جوزيه جوميز امبارح، اللي طبعا انا مش موافقه خالص في اللقطه اللي عملها بدفع الحكم الرابع في مباراه الامس. لكن يعني في مثل حتى يقول لك لكل فعل رد فعل. طبعا هو رد فعل مبالغ فيه، وانا مش معاه ان هو يحصل حاجه زي كده، ولازم مزيد من الانضباط. لكن اتحاد الكوره عليه ان هو يراجع قراراته ويراجع كتير من المشاكل اللي عنده الفتره الماضيه. التحكيم فيه مشكله كبيره جدا، لجنه التحكيم فيها مشكله كبيره جدا، اللي مش قادره ان هي تبقى عارفه الاحداث المباراه دي، او تدير المباراه دي، او تخلي الحكم يدير المباراه ازاي. اعتقد مفيش تدريبات بتتعمل للحكام، في مشاكل كتيره من الناحيه الفنيه واخطاء فنيه بالجمله. والدليل على كده ان انت تلاحظ ان التحكيم المصري بقاله فتره متراجع كتير جدا 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 عما كان عليه سابقا، ومتراجع بشكل مبالغ فيه حتى على المحافل الافريقيه وفي المحافل الرسميه. بتحس ان في مشاكل كتيره، او ان التحكيم المصري ما بقاش بيتم استعانه بيه في المباريات الخارجيه كتير، وده دليل على ضعف التحكيم المصري الحالي. وده احنا بنقوله، ودي حاجه واضحه للجميع. احنا مش بنتكلم لحساب نادي بعينه او لون بعينه، احنا بنتكلم على المستوى العام ان في مشكله كبيره من التحكيم المصري ومن اتحاد الكوره، عليه ان هو يحاول يحلها ويراجع نفسه في كتير من القرارات، لان في مشاكل كتيره. والدوري المصري بقت الناس مش عايز اقول بتضحك علينا، بس للاسف الدوري المصري بعد ما كان في 2010 و2011 من اقوى الدوريات اللي موجوده في المنطقه العربيه والشرق الاوسط، دلوقتي تراجع كتير جدا 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 عن مستواه اللي كان عليه الاول. والسبب في ده مش بعيد، ان كل فريق بيصرف ملايين وبيظلم تحكيميا. على فكره الشكوى مش هتلاقيها من الزمالك بس، في انديه كتيره بتشتكي من التحكيم، حتى في وجود الفار اللي هو المفروض بيطبق العداله. هي مش بنسبه 100%، لكن على الاقل خالص بيعدل مشاكل كتير من الحكام اللي موجوده على الساحه واللي بنشوفها دلوقتي، واللي لازم يكون اتحاد الكوره ليه تدخل فيها، وليه يعني معالجه للكثير من الامور والمشاكل اللي موجوده خلال الفتره اللي جايه، عشان نقدر نرتقي مستوى الدوري خلال الفتره القادمه. طيب، بالنسبه للامور الفنيه هي مش هنتكلم كتير فيها، لكن انا شايف ان يعني من وجهه نظري الشخصيه، ويعني قول زي ما انت عايز تقول براحتك، عايز تتقبلها مش عايز تتقبلها، لكن انا امبارح انتقادي لاحمد السيد زيزو او احمد مصطفى زيزو ده في مصلحته هو كلاعب، عشان خاطر يحافظ على المكان اللي هو وصل لها، يحافظ على مكانه في نادي الزمالك، يحافظ على مكانه في منتخب مصر. في كتير من اللعيبه، في حوالي 5-6 لعيبه في الزمالك وعلى راسهم احمد سيد زيزو، محتاجين يراجعوا نفسهم كتير جدا في مواقف كتيره كانوا بيعملوها الفتره اللي فاتت، واخطاء امبارح في مباراه الامس قدام المصري. صدقني والله اخطاء ساذجه ما تطلعش من لعيبه ناشئين، يعني والله لو بتتكلم في لعيبه ناشئين ولاعيبه صغيرين في السن ما يعملوا الاخطاء دي. ناهيك طبعا عن مشكله محمد عواد امبارح، اللي انا مش عارف، يعني عارف انت بلغه الكوره كده لما بيكون في 2 وحشين في الملعب، فكل واحد فيهم بيحاول يشيل التاني غلطه، وده اللي حصل امبارح من عواد. وده اقل ما يقال عنه في الكوره ان هو جبن. انت اجبن من ان انت تعمل ده، ما ينفعش ان انت تعمل ده، وان انت استخبيت في المدافع بتاعك وحاولت تشيله الشيله بدل ما تشيل المدافع بتاعك. فيعني طبعا الاثنين غلطانين في اللقطه دي، لكن الغلط الاكبر على محمد عواد ان انت لاعب المفروض لاعب دولي ولاعب عندك خبرات كتيره، المفروض ان انت ما تعملش ده خلال الفتره اللي فاتت. واعتقد ان خلاص محمد عواد بالنسبه له انا شايف ان هو لا يصلح تماما لحراسه مرمى الزمالك، واقل بكتير جدا من مستوى انه يكون موجود في نادي الزمالك.
اعطاء الفرصه المفروض الفتره الجايه. خلاص الدوري يعني عشان الناس ما تتعشمش فيه، الدوري شبه راح والدوري شبه انتهى بالنسبه لنادي الزمالك، واحلام المنافسه عليه شبه بقت مستحيله دلوقتي. على الزمالك الفتره اللي جايه ان هو يحاول يصعد مجموعه من الناشئين، وعلى جوزيه جوميز ان هو يحاول يتعامل بضبط النفس شويه، لان المشاكل دي يعني بتلقي بظلالها على لعيبه في الارض. وده شفناه مع عبد الله السعيد اللي يعني ما كانش راضي عن تغييره، وقيل ان هو كان معترض على المدرب المساعد الكاميروني اللي هو قال له لازم تاخد انذار عشان ما تلعبش ماتش فاركو وتبقى تستعد لمباراه الاهلي. فطبعا كل الامور الفنيه دي اعتقد ان الامور ليست على ما يرام في غرفه ملابس نادي الزمالك، ولازم يكون في يعني كتير من الحزم، وعلى كابتن عبد الواحد السيد ان هو يكون اكتر حزم من اللي احنا شفناه امبارح، لان في مواقف كتيره محتاجه ان لعيبه الزمالك يكون عندنا او الزمالك عنده حزم فيها شويه، واداره الزمالك عندها حزم شويه، عشان نشوف ده خلال الفتره اللي جايه في يعني لصلاح الحال، وحتى يعود مره ثانيه الزمالك على مسار الصحيح للمنافسه على البطولات خلال الفتره القادمه.